الشكوى والمناجاة والألم والتحسر والندم والعتاب أيضا، فكل مقام يعطي حالة تصويرية للنص معين، تلاحظ. فلذلك يعني مسألة المقامات مهمة جدا في تلاوة القرآن الكريم. طبعا علم المقامات يجنب القارئ النشاز. غالبا القراء الذين لا يعرفون التنقل بين المقامات وأداء المقامات أولا يعني يجهلون مسألة التصرف النغمي والطبقات الصوتية ومن أين يبدأ وأين ينتهي. يجهل تماما مسألة التصوير القرآني، لأن المقامات هي متعلقة تعلق مباشر بمسألة التصوير القرآني، تلاحظ. فالقارئ مقيد بالنصوص القرآنية، فعندما تأتي آيات وعيد وتهديد يلفظ بهذه الآيات لفظة التهديد والوعيد، يشعر السامع بأن هذه الآية فيها زجر وتهديد ووعيد. وعندما تأتيه آيات نعيم وفرح وحبور وسرور وجنة يصور هذا النص القرآني، يصور هذه الآيات، يعطيها تصويرا، بعدا تصويريا بأدائه بصوته. فتجد مثلا قسم من القراء من يخلط عند كل القرآن هو مثلا نغم واحد بنغم الصبا. طيب هنالك في القرآن نصوص قرآنية ومواضيع متعددة وأحكام فقهية وغيرها وتقريرات شرعية. طيب كيف أنت تؤدي الحزن، تخلط يعني أو يعني تساوي بين الفرح وبين الحزن وبين التهديد والوعيد وبين الندم والشكوى والمناجاة وبين الدعاء وبين ما في توافق. فيجب على القارئ أن يوائم بأدائه المعنى القرآني. لابد للقارئ أن يجعل أداءه مناسبا للمعنى القرآني، يتناسب مع النص القرآني ومعنى الآية القرآنية. فهنا تكمن فائدة تعلم المقامات. والمقامات إخواني يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض أن المقامات هي متعلقة بالموسيقى. أنا سبق وأن قلت في بداية الدورة أن علم المقامات هو علم قائم بذاته، يغترف منه القراء وغير القراء والمنشدين وغيرهم، تلاحظ. فالمقامات هي علم صوتي ليس له علاقة بالموسيقى. نحن نلقن علم المقامات تلقينا قرآنيا، تلاحظ. فمهم جدا أن تتسع دائرة هذا العلم وأن يكون له مختصون بتعليم هذا العلم، مختصين طبعا بالأداء القرآني نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآن إن شاء الله سأعطي أمثلة على المقامات السبعة، المقامات الرئيسية الشرقية المعروفة بصنع بسحر، مجموعة بهذه الجملة، وكل حرف يرمز إلى مقام. والآن إن شاء الله نبدأ بمقام الصبا. سأبدأ بمقام الصبا، أعطيكم مثالا على مقام الصبا. مقام الصبا طبعا مقام حزين. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن سأؤدي إن شاء الله مقام النهاوند. مقام النهاوند أيضا هو أحد المقامات الرئيسية السبعة، وهو مقام تصويري فيه يعني مساحة كبيرة للتصوير والتأمل، يستثير كوامل الخشوع والتأمل في النفس. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مقام النهاوند. والآن سأؤدي أعطيكم مثالا آخر على مقام العجم. مقام العجم عشيران طبعا مقام فرح ليس فيه حزن، ويؤدى في الأفراح والأعياد. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والآن انتقل إلى مقام آخر وهو البيات. طبعا مقام البيات من المقامات الكبيرة الواسعة، وتعارف أهل الأداء والقراء على أن البداية تكون دائما عندما في مستهل يبدأ القارئ أول استهلال بالقراءة بمقام البيات.